لو انت طالب في ثالثه ثانوي عام دفعه 2026 وعايز تجيب مجموع، فاسمع الكلمتين اللي هقولهم دول. اول حاجه، انا ما يهمنيش اذا كنت انت دلوقتي ضايع ولا انت دلوقتي مذاكر كويس جدا ومش خايف وقلقان من حاجه. انا كل اللي يهمني ان انا عايزك تعمل الحاجتين دول اللي اقولك عليهم مهما كانت حالتك دلوقتي ووضعك عامل ازاي. طبعا هو فاضل شهرين بس دلوقتي على الامتحانات، فانت لازم في الشهرين دول انك تركز وتذاكر اقصى درجه ممكنه واكتر مجهود تبذله في الشهرين دول. وعشان كده انا عايزك تعمل حاجه مهمه جدا، وهي انك تنسى كل حاجه حصلت معاك في السنه دي. طول الشهور اللي فاتت دي تنساها خالص، تبدا الشهرين دول على نظافه كده وعلى روقان، تبدا انك تذاكر وتقعد كده مع نفسك. مهما كنت متوتر، مهما كنت متاخر، مهما كنت مراكم، او حتى كنت مذاكر او ما شاء الله كويس ومستواك كويس يعني ومطمن كده، عايزك انك تركز في الشهرين دول وتنسى خالص بقى الفتره اللي فاتت دي. طبعا بعد ما تنسى زي ما قلت لك وتعمل اللي انا قلت لك عليه، قدامك كمان حاجه مهمه جدا لازم تعملها، وهي انك تحل امتحانات كتير وتحل اسئله كتير. مش معنى مثلا ان انت بتذاكر او بتحفظ او شايف نفسك كويس وشايف ان درجاتك كويسه وكده انك توقف مثلا او تريح. الشهرين دول فعلا مش محتاجين راحه خالص، ولازم وانت داخل الامتحانات كده وانت خلاص فاضل اسبوع مثلا ولا خلاص فعلا انت في دوب من الامتحان اهو، لازم تبقى هادي كده من جواك، ولازم تبقى واثق من نفسك. حتى يا سيدي لو انت مراكم او في حاجه مثلا ناقصاك، لازم ثقتك بنفسك دي دايما تبقى حاضره كده في اي وقت. وبس كده اعمل الحاجتين دول وانت ان شاء الله في خلال الشهرين دول هتقدر انك تجيب مجموع في الاخر.